الحمد لله رب العالمين، اكتملت الاستعدادات لتنفيذ الحملة الموسعة لتطعيم بلقاحات كوفيد في الولاية الشمالية، واللي هي إن شاء الله بنستهدف في الحملة دي أكثر من 86 ألف شخص. العمر المستهدف هو الأعمار فوق 18 سنة. في يعني كل الأشخاص الأعمار فوق 18 سنة هم مستهدفين، بما في ذلك الحوامل والمرضعات، الخاصة الناس اللي عندهم سكري، والولاية معروف انه فيها انتشار كبير لمرض السكري. مهم جدا انه كبار السن برضه يطعموا، كذلك الكوادر الصحية والكوادر العاملة في الوزارة وفي المحليات والمستشفيات مهم جدا انها تطعم. ايضا يعني كل الناس المفترض اعمارهم فوق 18 سنه زي ما قلت يكونوا يعني مستهدفين. هم بالنسبه للمستهدفين يكونوا حريصين على التطعيم في الحمله دي. اللقاح امن، اللقاح امن، يعني ما فيه اي مشكله، ما في اي مشاكل ممكن تجيك بتناولك او باخذك للقاح. عشان كده بنناشد كل الناس الحرص على التطعيم والحرص على الحضور. ان شاء الله حنشتغل في كل المناطق بالمراكز الثابته والمراكز المؤقته والمراكز الجواله. يعني الاتيام حتكون متواجده قريبه لك، مهم انك انت تصل الاتيام دي وتطعم. الناس اللي اخذوا جرعه اولى يجوا ياخذوا الجرعه الثانيه، واللي اخذوا الجرعه الثانيه يجوا كمان للجرعه التعزيزيه. واما الناس اللي ما اخذوا خالص ده مهم جدا انه يجوا ياخذوا الجرعه الاولى، لانه مهم جدا انه الناس تاخذ الحمايه من المرض الكورونا اللي هو لحد هسه موجود، ونحن بنعزز المناعه دي وبنحمي المجتمع بواسطه التطعيم. فبالضروره الناس تطعم، لانه التطعيم هو الوقايه وهو الحمايه وهو اللي بيعزز لنا المناعه، وهو ممكن يقلل لنا المرض ويقلل لنا الخطوره بتاعت المرض. وممكن بسبب التطعيم نحن زي ما شايفين الحالات انحسرت شديد في العالم وفي السودان وفي الولاية الشمالية خاصة. فبالتالي نحرص على التطعيم. ونحن في وزارة الصحة وفي منظمة الصحة العالمية يعني حابين نشكر كل الناس اللي شاركوا معنا في النجاحات اللي تمت في الفترة السابقة، ودايرين انه نحرص على انها تتواصل. نشكر الإخوة في الإعلام، نشكر الإخوة في الوزارة، في المحليات، الفرق والأتيام العاملة بالمواقع المختلفة. وطبعا زي ما أكد إنه الإعلام له دور كبير. عشان كده يعني نناشد كل الأجهزة الإعلامية بالإعلام وتوجيه المواطنين وزيادة المعرفة والوعي تجاه مرض كورونا ولقاح كورونا. نتمنى الصحة والعافية للجميع، وشكرا جزيلا.